وعالج أكثر من 600 حالة خلال وجوده في محافظة النجف الأشرف وبالمجان. إنه الدكتور العراقي المغترب جليل الشمري. من النجف الأشرف معنا عبد المنعم الأسدي وهذه التفاصيل. بابتسامته العاذبة الحانية يستقبل الطبيب العراقي المغترب في ألمانيا والمختص بمعالجة حالات العقم الدكتور جليل الشمري وزوجته مرضاهما في بيتهما بالنجف الأشرف. غرفة نومهما هي غرفة سونار، والمطبخ لمجالسة المرضى، وغرفة الاستقبال هي صالة للانتظار. هنا مفتوح البيت من الصبح لليل بدون يستقبل المرضى ويعالجهم كل واحد وحسب المشكلة اللي عنده. أكثر من 1000 حالة عقم استقبلتها عيادة الدكتور الشمري، لتعم البهجة أكثر من 650 حالة عقم عالجها الشمري مجانا في بيته قبل أن يعود إلى ألمانيا. 70% من المرض اللي عند النساء هي نفسية. معالجتي هنا حقيقة نفسية، والحمد لله هسه في هذه الحالات البسيطة اللي 15 و20 سنة. أول بارحة جت واحدة من بعد 10 سنين الدولة تأخرت عليها، حصلت أنا حامل وهي حامل التوم بدون ما أعطي أي دواء، فقط نصحتها نفسيا شو تسوي. مشروع إنساني تبنته رابطة النجف الأشرف الخدمية ليكون مكملا لعمل الرابطة الإنساني المستمر. بلغنا بقدوم الدكتور جليل الله يحفظه، فقدمنا إليه واتفقنا معه على أن نضع أيدينا بأيديه، ولكن هو قال لا، أنا أضع يدي بأيديكم لكي أخدم معكم هذه الشريحة من المجتمع. والله هو داوي وهو عالج، يعني إنساني رجال، والله يعني كلش قدم خدمة ماكو مثلها، فاتح بيته، ورغم هذه إنسانيته يعني ماكو. يا ريت الأطباء مثلنا يسوون 2 3 مثل هذا الدكتور يقدم لنا خدمة إنسانية. مثل هنا الشخص دكتور جليل جزاه الله خير، نحو الأطباء جاي يسعى لخدمة المواطن، وفي أرق الناس جاي يتكامل نحو يوم بعد يوم وفاتح عيادته جزاه الله خير الجزاء. التعامل الإنساني والعلاج النفسي هو أهم دواء يصفه الطبيب المعالج في هذه العيادة. من النجف الأشرف عبد المنعم الأسدي، العراقية نيوز. تذكير بأهم العناوين.